لك ان تتخيل ان انت في حرب دلوقتي، لا ومش اي حرب، دي حرب عالميه. اكيد كل اللي هيكون شغلك ان الحرب تنتهي وتروح لعيلتك بسلام والدنيا تبقى مستقره وان انا ما اموتش. بس ده اللي ما عملوش بقى ايه بطلنا الحلقه دي. المهم يا عم، ايه الغيبه الطويله ده؟ انت كنت في حرب ولا ايه؟ الدراسة أثرت على مستوى الكوميديا، أنا آسف. المهم، عامل إيه يا صديقي وإيه أخبارك؟ والله وحشتني كتير. لو جيت وقلت لك فكر في أي رقم يجي في دماغك من الأرقام الصحيحة عادي، يعني رقم 8 مثلا. الرقم التمانية ده هناخده نعمل معاه شوية عمليات حسابية بسيطة جدا، مش عمليات معقدة ما تقلقش، عمليات بسيطة يعني جمع، طرح، قسمة، ضرب، حاجات من اللي خدناها في ابتدائي يعني. المهم، ومش هطول عليك في عمليات معقده زي ما قلت لك، وهنختار عمليه بسيطه جدا وهي القسمه. لو جيت وقلت لك ناخد رقمنا الجميل ده اللي هو اللي احنا اخترناه اللي هو رقم 8 وهنقسمه مثلا على رقم 2، بمثابه ان انا بقول لك عايزين نقسم 8 اشياء على فردين او على شخصين، هتقول لي بكل بساطه من غير ما اقسم ولا حاجه بديهي هيطلع باربعه. طيب حلو جدا. لو جيت وقلت لك نفس الرقم ده بس هنقسمه على 4 بقى، انت هتهزر معايا يا هيثم ولا ايه؟ طب زي اللي فاتت هتطلع ب2. المعادله بكل بساطه ان الاسم ان انت بتاخد عدد الاشياء بتقسمهم على عدد الاشخاص او عدد الحاجات اللي انت عايز تقسم العدد ده عليهم. زي مثلا ال8 قسمناهم على 4 اشخاص كل واحد خد 2، ال8 قسمناهم على شخصين كل واحد اخد 4. طب لو جيت وقلت لك 8 على الصفر، هتقول لي هنهزر مع بعض، ما احنا طول عمرنا عارفين ان هي ما تنفعش. بس عارف ليه ما تنفعش؟ ليه ما تنفع؟ لو جيت بنفس المنطق ده كده وقلت لك ال8 اشياء عايزين نوزعهم على اللا شيء، ما ال8 هيفضلوا 8 معايا واللا شيء هيفضل لا شيء، والعمليه كده تبقى بايظه، وكده يبقى اكتشفنا ثغره في علم الرياضيات زي الثغره بتاعت الجذور التربيعيه للاعداد السالبه. بس ثانيه واحده، العلماء اكتشفوا حل للجذور التربيعيه للاعداد السالبه، وقالوا ان الجذر التربيعي لسالب 1 هنسميه العدد التخيلي او اي اللي هو بالعربي تاء. وبكده نكون حلينا ثغرة الاعداد السالبة اللي احنا مش عارفينها. يعني انت ما تعرفش قيمة جذر سالب 1 بكام، يعني ايه رقم يتضرب في نفسه يدينا سالب 1؟ مفيش. بس هو العلماء قالوا حل مبسط كده، ان الاعداد التخيليه دي اللي هي الاي بتساوي جذر التربيعي للسالب 1. طيب يا عم، دي مشكله الجذور التربيعيه للاعداد السالبه. اما بقى فين مشكلتنا ان احنا بنقول عليها ان هو الاسم على الصفر؟ قال لك بس سهله. العلماء ابتدوا بايه؟ ابتدوا ان نقول احنا مش هنقول ان العدد على الصفر بيساوي حاجه، لا احنا هنفرضها، وليكن مثلا 8 على الصفر هيساوي اكس، فدلوقتي صفر في اكس هيساوي 8، وبكده صفر هيساوي 8. ما ينفعش الصفر يساوي 8، وبالتالي الحل ده مرفوض. قال لك بس هنشوف حل تاني. الحل التاني قال لك هنقول ان ال8 على الصفر هيساوي الصفر، وبكده اي عدد على الصفر هيساوي الصفر، وبكده كل الاعداد بتساوي بعض. وده حل غير منطقي وانيل من الاول. وفضلوا في دوامه كبيره كده لحد ما قالوا خلاص احنا مش هنجيب قيمه المعادله دي عند الصفر بالظبط، احنا هنفضل نقرب من الصفر ونشوف القيمه هتوصل لفين. ودي الحاجه اللي طلعت لنا حاجه اسمها النهايات. النهايات دي بشكل مختصر بتقول لك ان العدد ده او حل المعادله دي كل ما تقرب للقيمه دي هتبقى بكام. وليكن انت عندك ال8 لما قسمناها على الاثنين اديتنا 4، لما قسمناها على الواحد هتدينا 8، ولو قسمنا ال8 على الواحد من 10 هتدينا 80، ولو قسمنا ال8 على الواحد من 100,000 هتدينا 800,000. يعني الرقم بيزيد، فكل ما تقرب ناحية الصفر ناتج المعادلة هيزيد. وبكده فرضوا في معادلة ان نهاية 8 على الاكس بحيث ان اكس تقول للصفر، مش بتساوي صفر، لا تقول للصفر، يعني تقترب من الصفر بتساوي ما لا نهاية. معنى كده ان 8 على الاكس بحيث ان كل ما الاكس تقرب من الصفر هتدينا عدد كبير جدا. وما عرفوش قيمة العدد الكبير ده جدا وسموه الما لا نهاية او الانفينيتي. طيب يا سيدي، المعروف عن المعادلات ان هي بتترسم كدوال مرسومه بيانيا. خليك صاحي معايا، انا شاكك. طب الما لا نهايه دي لو انا حبيت امثلها في معادله هتتمثل ازاي؟ هي رقم غير معروف. تعالى كده ناخد معادله بسيطه، هنفرض معادله اسمها اكس تكعيب على الاكس ونرسمها. هنلاقي ان شكلها عامل كده، كل قيمه اكس في المعادله بتقابلها قيمه الواي، بتتحدد عليها قيمه الواي. طب دلوقتي لو جينا عند القيمه اللي فيها اكس بتساوي صفر، ساعتها المعادله هتساوي صفر على الصفر، وهتيجي عند نقطه الاكس بتساوي صفر في الرسم البياني هتلاقيها نقطه مخرومه، في خرم في الداله، الداله مخرومه، وتيجي عند تقف عندها كده تقول لك الداله غير معروف او غير معينه في النقطه دي، يعني مش معروف قيمه الواي بكام. وبالتالي المعادله تبقى اسمها نون لينير ايكويشن او معادله غير خطيه. ليه؟ لان هي فيها خرم، مش خط واحد متناسق، مش هوموجينيوس، لا هي اتخرمت، الداله اتخرمت. هتقولي طب يا ريس ايه علاقه ده كله بالثقب الاسود؟ ده انا داخل فيديو على اساس ان هو ثقب اسود، مش هتشرح لي انت تاريخ اسس الرياضه وهتقول لي اثباتات وحوارات. انا عايز الموضوع، انا عايز الثقب الاسود. اقول لك يا باشا، ما انا جايبك من تحت قوي عشان تفهم الدنيا كلها وتقدر تشرحها لغيرك كمان. وبما ان احنا تحت قوي وطالعين، فانا حابب ان انت هتطلع معايا في حاجات كتير، بس دوس على
على زرار السبسكرايب واللايك كده وروق الدنيا. المهم بعد ما فكرتك بحوار الاسم على الصفر وبتساوي كام والحوارات دي كلها ورسمنا معاك الجراف والدنيا ظبطت وكل حاجه، تعالى ما افكرك كده بدرس قديم في ثانويه عامه اخدناه في ثانيه ثانوي، وهو قانون الجاذبيه بتاعت نيوتن. طبعا كلنا عارفين القصه الشهيره بتاعت نيوتن اللي هو لما كان قاعد ووقع على دماغه التفاحه، بس هي فعلا ما وقعتش على دماغه، هي وقعت قدامه، وبدل ما يلهفها لا قال لك طب هي ليه التفاحه وقعت على الارض؟ ليه القمر ما يقعش زي التفاحه على الارض؟ وفضل بقى بعد حرق وفرق كتير جدا طلع لنا بقانون بيقول ان قوه التجاذب ما بين جسمين بتنشا عن طريق كتله الجسم الاول مضروبه في كتله الجسم الثاني في ثابت الجذب العام اللي هو بيساوي 6.67 في 10 أس -11 على مربع المسافه ما بين مركزين بتوع الجسمين دول. وبالتالي القانون اللي هو الاف بيساوي ام الكبير في ام الصغير في الجي اللي هو ثابت الجذب العام على الار سكوير. بس قال لك 100 فل و14 يا باشا، والله بيقول لك ان ازاي الجسم ده بيشد الجسم ده، وازاي ان كل ما كتله الجسم الاول تكبر قوه الجذب هتزيد، وكل ما المسافه تصغر قوه الجذب برضه هتزيد. انا ما بجيبش حاجه من عندي على عينك يا تاجر. قال له امال انت جايب القانون ده منين يا عم نيوتن؟ قال لك ما هو من عندي بس مش مشكلتنا دلوقتي. واحد طلع له قال له طب انا دلوقتي اتحشرت على كوكب وعايز اطلع منه. قال له بسيطه، هنساوي قوه الجذب اللي الكوكب بيشدك بيها بطاقه الحركه اللي انت بتطلع بيها، وهنجيب السرعه اللي انت عايز تتحرك بيها بكام. طبعا طاقه الحركه عارفين اللي هي بتساوي نص كتله في مربع سرعه. قوه الجذب اللي بتاعه الكوكب لسه جايبينها اللي هي بتساوي ام الجسم في ام الكوكب في ثابت الجذب العام على الار سكوير. وبالتالي طلعنا بالقانون اللي بيقول ان السرعه بتساوي 2 في كتله الكوكب في ثابت الجذب العام على نص القطر. وسموا السرعه دي بسرعه الخلوص او سرعه الهروب او الاسكيب فيلوسيتي. يعني انت لو عايز تهرب من اي جسم انت هبطت عليه لازم تهرب بسرعه بتساوي على الاقل سرعه الهروب او الاسكيب فيلوسيتي. وعلى سبيل المثال بالقانون ده لو احنا جينا نحسب السرعه اللي احنا محتاجينها عشان نهرب من كوكب الارض، فاحنا محتاجين نتحرك بسرعه 11 كيلو متر لكل ثانيه علشان نهرب من قوه الجذب اللي بيشد بيها الارض. وكل ما الكتله تكبر كل ما السرعه اللي احنا محتاجينها تكبر. ده على حسب القانون. لو احنا محتاجين نهرب من الشمس على سبيل المثال اللي في حد هيهرب من الشمس اصلا، فاحنا محتاجين 615 كيلو متر لكل ثانيه. ولو احنا عايزين نهرب من نجم نيوتروني اللي هو اكبر من الشمس بمراحل، فاحنا محتاجين 100,000 كيلومتر لكل ثانيه علشان نهرب. او كل ما الكتله تزيد سرعه الهروب بتزيد، وكل ما نص قطر يقل سرعه الهروب برضه بتزيد. ايوه شايف انا عينيك بتلمع دلوقتي بتقول انا عرفت دلوقتي الثغره فين. هو ده بالظبط اللي جه في دماغ العالمين جون ميشيل ولابلاس. ليه ما يكونش فيه نجم كتلته كبيره جدا ونص قطره صغير جدا بحيث ان سرعه الهروب منه تبقى سرعه الضوء؟ تخيل انت تمشي بسرعه الضوء علشان تهرب من الكوكب ده. تخيل ان اسرع حاجه في الكون ما تقدرش تهرب منها. بس في هنا مشكلتين، ان مفيش حاجه تقدر تهرب منها في الكون وتبلع كل حاجه. تاني حاجه والاخطر منها ان احنا مش هنقدر نشوفه. نجم مولع كبير عمال ياكل في نفسه وياكل اي حاجه حواليه احنا مش شايفينه. ليه؟ علشان ما فيش حاجه بتنعكس من عليه ولا هو بيطلع اشعه، هو بيسحب بيشفط كل حاجه احنا مش هنقدر نشوفه. وساعتها سموا الجسم ده او النجم ده بالنجم المظلم، وظلت نظريات على الورق. لحد بعدها ب 100 سنه جه ألبرت اينشتاين وقال ان كل تصوراتكم على الجاذبيه دي امسحوها علشان انتوا كل تصوراتكم كانت غلط، واحنا هنقول لكم جديد. وان حساباتكم دي كلها بتتم في حيز ثلاثي الابعاد، واحنا في الفضاء ما بنتكلمش في ثلاثي الابعاد، احنا بنتكلم في حيز رباعي الابعاد بيكون فيه الاحداثيات الثلاثه اكس وواي وزد، بل هيضاف عليهم عنصر وعامل مهم جدا وهو عنصر الزمن. والاربع احداثيات دول بيكونوا حاجه مهمه جدا في الفضاء اسمها انسجه الزمكان، واللي بتكون انسجه مرنه بتتاثر بالكتل الضخمه او بالكتل عموما مكونه الجاذبيه. وان الفضاء ما بيشتغلش بالقوانين بتاعتكم دي، وان احنا بنشتغل باربع احداثيات، اربع ابعاد، 4 dimensional سبيس. بس كده دي الجاذبيه من مفهوم ألبرت اينشتاين. واستبدل معادله نيوتن ان احنا بنرغي فيها من الصبح لمعادلته معادله المجال الجزبوي، ان انا مش هشرحها عشان معقده جدا. طيب يا سيدي، طب ما المفهوم واحد، بس الفرق ان انت طلعت لي ان النسيج الزمكان هو المتحكم وهو المسؤول عن تكوين الجاذبيه ما بين الاجسام، بدل ان الاجسام هي اللي بتنجذب لبعضها. بس انت فشلت في انك تحدد لي موقع ومكان الاجسام على النسيج ده. طب ما انا عايز اعرف النسيج ده اللي عليه الاجسام دي فين من بعضها في الزمكان، يعني الجسم ده فين من الجسم ده، الجسم ده راح فين، وطريقه تاثيرهم على بعض هكذا. يعني مثلا نيوتن كان بيحسب المسافه دي علشان هو كان شغال اصلا في نموذج ثلاثي الابعاد، فكان بكل بساطه بيحسب ان المسافه زي ما احنا بنحسب المسافه في الحاجه الثلاثيه الابعاد اللي هو الجذر التربيعي لمربعات الاحداثيات، اللي هو الجذر التربيعي لاكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع. دي معادله بسيطه جدا. برضو نفس الكلام اينشتاين قال لك ايه؟ قال لك خلاص احنا هنحسب برضو في الاربع ابعاد بنفس الطريقه، الجذر التربيعي للاربع احداثيات. بسيط. بس ظهرت هنا مشكله، ان المعادله دي هنستخدمها بس في النسيج الممتد المستوي
الكلوي اللي ما فيهوش انحناءات. طب احنا اساسا الكتل بتعمل انحناءات في نسيج الزمكان، فازاي هنستخدم المعادله دي في ان احنا نحدد مواقع الاجسام؟ يعني انا دلوقتي لو انا عندي كتله كبيره فهتعمل انحناء في نسيج الزمكان، وساعتها القانون اللي انت طبقته ده مش هينفع معانا. والله اينشتاين بقى قال لك ايه؟ انطر قبل كاش، انا والله مهمتي هتنتهي هنا وهطلع ايدي من الدنيا، تصرفوا انتوا بقى في الباقي. تعالى كده بقى بص على المعادله دي. اهي المعادله دي بتتنبأ باماكن الاجسام على نسيج الزمكان، واللي فشل البرت اينشتاين ان هو يحققها. الله ايه يا هيثم؟ الا مين عملها يا هيثم؟ مين العبقري اللي طلع بالحل ده؟ اللي طلع بالحل ده هو اكبر شنب فيك يا مجال فيزيائي واكبر شنب هنا انا مش بهزر، هو فعلا اكبر شنب، هو العالم الفيزيائي كارل شارزشيلد. وما توصلش بقى للحل بتاعه هو قاعد مع نفسه بقى في لحظه صفا في البلكونه بيشرب شاي باله رايق والدنيا تمام، لا، توصل للحل ده وهو بيحارب في احد الخنادق في الحرب العالميه الاولى. لك ان تتخيل بقى، انت بتعمل ايه انت بقى دلوقتي؟ يعني انت ايه عذرك ان انت ما تطلعش بقانون؟ ومش بس كده، ده الراجل ده قدم ورقتين بحثيتين وهو عنده 16 سنه، وحصل على الدكتوراه وهو عنده 23 سنه، بس هو للاسف قرر ان هو يتجند في الحرب العالميه الاولى واستشهد ايه بقى ما فيش حاجه اسمها استشهاد ومات في نفس السنه اللي طلع فيها بالقانون ده. المهم ان المعادله دي كانت مهمه جدا واثبتت معظم تنبؤات اينشتاين، ابتداء من مدار كوكب عطارد انتهاء بالمسافات المشوهه اللي بتحصل نتيجه الجاذبيه. بالرغم من المعادله دي كانت نتائجها مبهره وحلت مشاكل كتير جدا في المجال ده، الا ان كان جواها تفصيله مرعبه وصدمه كبيره جدا. تعالى كده بص على الترم ده. ايوه الترم ده مش بيفكرك بحاجه كده شرحناها في الاول؟ سرعه الهروب او سرعه الخلوص. برافو عليك، بس احنا جبنا نص القطر في طرف لوحده، وعلشان نص القطر ده مهم سميناه نص قطر تشارلز شيلد على اسم العالم اللي قال المعادله، او ار اس. وبالتالي لو احنا بصينا على الترم ده وشلنا الهلمه دي كلها وحطينا ار اس، فاصبح عندك 1 ناقص ار اس على ار. وعايزك تتخيل كده معايا السيناريو، ان لو الجسم ده وصل لنص قطر تشارلز شيلد فيصبح ان 1 ناقص ار اس على ار اس، يعني 1 ناقص 1 هيساوي صفر. هتقول لي عايز سمي، يعني انت جاي على الصفر وسط الارقام المهوله دي كلها؟ اقول لك خلي بالك، الصفر هنا في المقام. خدت الصدمه بقى والله العظيم. الصفر اللي في المقام ده حاجه مرعبه. شفت اول حلقه كنت بقول لك ايه؟ ان لو الداله طلع فيها ان فيها صفر في المقام هتبقى الداله مخرومه. تخيل ان دي حاجه اساسيه في الكون، نسيج الزمكان عليه كتله هتتخرم بسبب ان جسم نص القطر بتاعه اصبح بيساوي نص قطر تشارلز شيلد. لك ان تتخيل، يعني بالظبط في شرط. ايه هو الشرط؟ كتله الجسم المهول ده كله بكتلته الكبيره دي كلها يصبح نص قطره بيساوي نص قطر تشارلز شيلد. وده صعب جدا. الكبسه دي كلها بتحصل في وجود ضغط، وللضغط له حدود، مش هتقدر تضغط الكتله لما لا نهايه، فالضغط مش مستمر. وده كان اعتراض البرت اينشتاين. يعني على سبيل المثال لو احنا حبينا نحسب نص قطر تشارلز شيلد للكره الارضيه تما، هنلاقي ان نص قطر تشارلز شيلد للكره الارضيه بيساوي 10 سم. يعني انت محتاج تضغط الكره الارضيه دي كلها في حجم كوره نص قطرها 10 سم علشان تعمل خرم في نسيج الزمكان. طيب يا سيدي، الضغط الكبير ده احنا قلنا ان هو مستحيل. لا مش مستحيل، علشان ده بيحصل في الثقوب السوداء. عرفت انا كنت بلف طول الحلقه على ايه؟ الثقوب السوداء او البلاك هولز، اللي مفيش اي حاجه في الكون بتقدر تعدي منها طالما انت في المجال بتاعها، ولا حتى الضوء بسرعته ما بيهربش، ولا حتى كوبر بتاع انترستيلر. لا دي حكايه طويله قوي كده، هبقى احكيها لك بقى في السلاسل الجايه، علشان احنا قررنا ان احنا نعمل السلسله دي واسمها اسرار الكون. كلمتين حلوين كده في الكومنتات عشان تعرف يعني احنا ايه، لسه راجعين كده والدنيا لسه حاميه وهنكسر الدنيا باذن الله. انا عارف ان انا اتاخرت عليك والله العظيم، الفتره اللي فاتت دي كلها اكتر من 3 شهور كنت واخد الترم ده تقيل شويه، فما كنتش فاضي بالقدر الكافي ان انا اعمل فيديوهات واتابع القناه، ولكن احنا عايدين وبقوه. طبعا انت شايف طبعا انت لو مش شايف يبقى في حاجه غلط. انت هبقول لك ايه؟ لا انت شايف تمام، قول انك شايف. وما تنساش تصلي على النبي. والله العظيم انا بحبك في الله، رب تكون بخير دايما. انت حبيت الفيديو ده فاكيد ان شاء الله تحب الفيديو الجاي واللي بعد الجاي واللي بعد اللي جاي، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب والكومنتات وشير والحوارات الحلوه دي عشان تفيد غيرك بالمعلومات. ولسه اللي جاي قوي كتير في السلسله دي، ولو انت عايز اي حاجه اكتبها لي كده تحت في الكومنتات وانا هحاول اعمل عليها فيديو. تنبيه اخير، ما تنساش اخوتنا في غزه، ما تنساش، ما تزهقش، ما تبطلش دعاء. يلا سلام.